بيبدأ الفيلم بواحد اسمه فير وهو مروح بيته، ولما بيوصل بيلاقي الشرطة واقفة قدام البيت وبتشمع المكان. ولما بيسأل المحامي ايه اللي حصل بيقوله دي وصية ابوك، وانك مش هتقدر تاخد البيت ده ولا تورثه غير لما تدخل الكلية العسكرية. وبيفكر في الكلام وبيقول للمحامي ان ابوه غلط لما كتب الوصية دي، لانه ما كتبش اني لازم اتخرج منها، فانا هدخل الكلية العسكرية دي واكيد هيطردوني بعد يومين، وده طبعا لاني مش هلتزم باي اوامر فيها. وبعد فترة فير بيكون في الأتوبيس مع كل اللي داخلين الكلية العسكرية، وقبل البوابة بيقف السواق وبيقول لهم إن لحد هنا تقدروا تضحكوا وتعملوا أي حاجة انتوا عايزينها من غير حساب، لكن جوه البوابة دي أي حاجة هتتعمل هتكون بحساب وأمر. وبيدخلوا الأكاديمية وبيقفوا كلهم في صفوف متساوية، وبيجي القائد بتاعهم الرائد جاسبير رانا اللي كان الكل بيخاف منه وبيحترمه وبيعمل له حساب، وده لأنه كان بيحب الميري وشديد جدا في شغله، وكان شايف إن كل الطلاب دول ولاده، وحتى التمارين بتاعتهم كان بيطلع بنفسه معاهم فيها. وبيبدأ الرائد يعرف الطلاب الجديدة قواعد الكلية، وبيعرفهم على كل حاجة وبيقول لهم إن هم هيتخرجوا منها بعد 3 سنين. وفجأة بيسمع فير وهو بيقطعه في الكلام وبيقوله إن هو هيطلع منها بعد 3 أيام بس. ولما جاسبير بيروح له بيعرف إن هو عايز يهرب من الكلية، وبيعرفه إن هو مش هيقدر يهرب من الكلية دي طول ما هو موجود. بعدها فير بيدخل يستلم المخلة بتاعته، ولما بيدخلوا الأوضة بيعرف كل أصحابه إن هو يهرب من الكلية بكرة. وتاني يوم الصبح والطلاب موجودة مع القائد وبيتمرنوا، القائد بيديهم 10 دقايق راحة وبيطلب من العسكري إن هو يعدهم، ولما بيعدهم بيلاقي إن العدد ناقص 1 وبيعرف إن فير هرب. وجاسبير بيتوقع المكان اللي هو فيه وعلى طول بيروح له وبيصطاده من رجله، وبيعرفه إن هو لو عايز يهرب تاني يحاول إنه يتدرب على الجري أكتر من كده. وتاني يوم الرائد بيعاقب فير وبيخليه يفضل يجري وهو رافع السلاح بإيده، وبيخليه يفضل يلف لحد ما بيجيله ضربة شمس وبيقع. وجاسبير بيأمرهم إن هم ياخدوه على المستشفى، ولما الدكتورة بتروح تكشف عليه بيرتاح لها وبيحس إن هي زي أمه. ولما بتسأله على سبب العقاب اللي جاسبير عاقبه بيه قال لها هو عاقبنا علشان كنت عايز أهرب، وبيعرفها إن النهاردة آخر يوم ليه في الأكاديمية لأنه هيهرب تاني. والدكتورة بتعرفه إن هو عمره ما يقدر يهرب طول ما الرائد جاسبير موجود، ولو أنت بتعتبرني فعلا زي أمك فهو كمان زي أبوك، لأني متجوزاه بقالي أكتر من 18 سنة. وفير بيتصدم لما بيعرف إن هي مراته، ورغم كده فير ما شالش فكرة الهروب من دماغه. وجاسبير بيعرف إنه هرب في عربية الأكل بتاعة السجن، وطلع عربية وراه علشان يدوروا عليه بس ملقاهوش لأنه كان مستخبي في العربية من تحت. وبعدها نقل نفسه بسرعة واستخبى تحت العربية اللي هم كانوا جايين بيها، وبيتعلق فيها وبيمشي جاسبير والقوة معاه. ولما العربية بتقف بينزل منها وبيلاقي مسرح قدامه وبيدخل يستخبى فيه، وبيدخلوا وراه وبيستخبى في أوضة واحدة اسمها نيشا اللي فير بيعجب بيها أول ما بيشوفها. بعد كده بيخرج من الأوضة وبيلاقي العساكر لسه واقفين وبيدوروا عليه، ولما بيشوفوه بيجروا وراه. وبيدخل المسرح اللي فيه نيشا وبيكسر كل اللي فيه، وبتمسك فيه نيشا وبيقع على الأرض وبتحاول إن هي تبعده عنها. وبيبص بيلاقي الرائد جاسبير لسه بيدور عليه وبيندع على الناس وبيقول لهم إن في قنبلة موجودة في المكان، وده علشان يعمل شغب ويقدر إن هو يهرب في وسطهم. بعدها جاسبير بيقابل نيشا وبيوريها صورة لفيرو بيسألها عليه، لكن نيشا عرفته ان هي ما تعرفوش وبتشوفه هو بيستخبى في شنطة عربيتها، وبتروح تركب عربيتها وبتقفل عليه شنطة العربية وبتتحرك بالعربية وبتسوق بسرعة جدا، وبتحاول تخبط العربية علشان تعذبه وهو في الشنطة، وده عشان اللي فيرا عمله معاها. وبتنزل من عربيتها بعد ما اتخبطت وبتعرفه ان هي مش عايزة تشوف وشه تاني. بعد كده بنشوف الرائد جاسبير وهو في بيته، وبعد ما مراته حضرت العشاء عرفها ان هو مش هياكل لانه ملوش نفس، ومراته حست ان في حاجة شغلاه وسألته مالك. وجاسبير بيعرفها ان في طالب مش عايز يسمع كلامه، وانه لما غلط عاقبته لانه فعلا كان لازم يتعاقب. وبيعرفها ان هو بيعامل كل الطلاب عنده زي اولاده، لكن فير مختلف عنهم لانه فعلا حس ان هو ابنه بجد. ولما مراته بتسمع كلامه بتفضل تبكي وقالت له انت اللي خليت ابننا يموت. وجاسبير بيرجع بذاكرته بيفتكر اللي حصل زمان وقت ما كانت مراته بتولد وهي تعبانة، ولقى الدكتور بيخيره يختار مين اللي يعيش، لان في الوقت ده الدكتور كان لازم يضحي بحد من الاتنين. وعلى طول جاسبير بيعرفه ان هو اختار مراته، وكانت الصدمة ليه لما الدكتور عرفه ان مراته مش هتحمل تاني ولا عمرها هتبقى ام. بعدها بنشوف فير وهو راجع الأكاديمية وبيعاقب نفسه وبيجري وهو رافع السلاح، وجاسبير بيشوفه وبعدها بيتعب تاني وبيروح المستشفى. ولما بيروح بيحكي للدكتورة اللي هي مرات جاسبير على اللي حصل، وبيعرفها ان هو حب واحدة ويهرب بالليل علشان يقابلها. والدكتورة بتعرفه انه مش هيقدر اصلا يتحرك، وده لانه واخد مسكنات كتير وهينام. بعدها بنشوف شانكر اخو نيشا وهو في الطريق وبيشوف عربية اخته وهي مخبوطة، وبيرجع البيت بسرعة علشان يطمن على نيشا. ولما بتدخل اوضتها بتتفاجئ، وده لان بتلاقي فير نايم على سريرها، وبتنادى على الحراس علشان يجي ياخدوه ويطلعوه بره، وفعلا بيرموه على السلم وبيفضلوا يضربوا فيه، ونيشا بتفضل واقفه تتفرج عليه. ولما بيروح المستشفى نيشا بتحس بالذنب وبتروح علشان تطمن عليه،
وده لأنها حست إن هي معجبة بيه وبتحبه. بعدها بنشوف واحد اسمه رام زعيم العصابة، وبيكون واقف مع واحد من رجالته وبيطلب منه إن هو يقتل شنكر، وبيقابله في الأسانسير وبيشوف شنكر وبيضرب عليه نار، وبالصدفة بيكون جاسبير هناك وبيشوف اللي حصل وبيقبض عليه وبيسلمه للشرطة. وشنكر ما بيكونش مات لأن الطلقة بتيجي في الطاقية بتاعته، ولما بيحققوا معاه بيقول لهم إن هو ما يعرفش مين اللي ضرب عليه نار، وده علشان يطلع ويقتله هو بنفسه. وبيكون جاسبير قاعد وبيتضايق من الكلام اللي سمعه، وبعدها بيسيبهم ويمشي. بعد كده رام بيطلب من الراجل بتاعه ان هو يروح ويحاول يقتل شنكر تاني، وفي الوقت ده شنكر بيكون نازل من القطر هو ورجالته، ولما بيشوفه بيفتكره وبيقتله. بعد كده بيتقابل هو ورام علشان يحلوا الخلافات اللي بينهم، وبيتفقوا مع بعض بشرط ان هو يجوز اخته نيشا لابنه فيكي، وشنكر بيسمع كلامه وبيوافق عليه. وتاني يوم نيشا وهي مروحة البيت بتشوفهم هما بيعلقوا الزينة، وبتستغرب لما بتعرف ان هي خطوبتها النهارده من غير ما حد يقول لها، واخوها بيعرفها ان هو اللي رباها لحد ما كبرت، يعني لازم تسمع كلامه. ونيشا كانت مصدومة ان اخوها عايز يغصبها على الجواز، فضلت تبكي وما كانتش مصدقة اللي بيحصل. بعد كده جاسبير بيكتشف ان في حد في الكلية بيسرق الاسلحة وبيبيعها للعصابات والارهابيين، وعلى طول بيأمرهم ان هم يفتشوا كل الغرف، وكان من ضمن اللي بيدوروا ضابط فاسد، وهو اللي كان بيسرق الاسلحة وبيبيعها، وعشان يطلع منها خبى المسدس في السرير بتاع فير، وقال لجاسبير ان هو لقى المسدس في سريره، وجاسبير بيصدقه وبيتصدم من اللي سمعه. وبعد كده بيروح لفير وبيفضل يضرب فيه قدام صحابه لحد ما بيخرجوا بره الأكاديمية، وقال له انت كان نفسك تخرج منها، اهو دلوقتي انت مطرود، بس انا مش عايزك تفكر انك انتصرت عليا لان انت طلعت خاين لبلدك. بعد كده قائد جاسبير بيطلبه وبيروح له وقال له انت بأي حق تضرب طالب بالشكل ده من غير ما تحقق وتتأكد اللي هو اللي عمل كده، وبيعرفه ان هو لازم يغير اسلوبه وما يبقاش قاسي مع الطلاب. وفي نفس الوقت الضابط اللي بيكون سرق الأسلحة في المخزن وبيحمل الأسلحة علشان يبيعها للإرهاب، بس قبل ما يمشي بيلاقي في ضوء متسلط في وشه، ولما بيقرب منه بيعرف ان هو جاسبير، وقال له انت خليتني اضرب واحد ملوش اي ذنب وبريء، وكان المفروض انت اللي تكون مكانه. وبيفضلوا يضربوا في بعض ورجالته بيكتفوا جاسبير، وقبل ما الضابط الفاسد ده يضربه بيجي فيرو وبينقذه وبيفضلوا يضربوا في بعض، وبعدها الشرطة بتيجي وبتقبض عليهم. وجاسبير بيكون مستغرب ان فير رجع علشانه رغم ان هو ظلمه، وبيتأسف له وبيعود ان هو يكون مثال للضابط العسكري الملتزم، وبيحضنوا بعض وبيحس ان هو ابنه فعلا. بعد كده نيشا بتبعت لفير دعوة فرحها علشان يجوا وينقذها، وعلى طول بيروح لها وبيدخل لها الأوضة، وأول ما بتشوفه بتجري عليه وبتفضل تعيط، وطمنها وقال لها ما تخافيش لأننا لازم نواجه أخوكي. وبياخدها وبينزل وهما ماسكين إيد بعض قدام كل الناس، وأخوها بيتفاجئ وبيندهش أول ما بيشوفهم، وبيأمر رجالته إنهم يمسكوه وبياخدوه وبيرموه قدام الأكاديمية بعد ما ضربوه وكسروا عظمه. ولما جاسبير بيطلع له بيعرفوه إن هما فضلوا يضربوا فيه لحد ما كسروا له إيده ورجله، وإنه من دلوقتي مش هيقدر يمشي وهيفضل يزحف زي الدودة. وطبعا جاسبير ما بيعجبوش كلامه، وبيعرفوا إن الهنود هتفضل واقفة على رجلها مهما حصل، وبيفضل يندع على فير وبيحفزه بالكلام علشان يقف على رجله، وفعلا بيقدر إن هو يقف. وجاسبير بيروح له وبيعرفه إن فير هيتجوز نيشا غصب عنه، وبتعدي الأيام وفير بيتعالج وبيفضل يتمرن علشان يرجع زي الأول. بعد كده فير بيقابل نيشا وفيكي ابن رام بيروح لهم هو مع رجالته، ولما بيضرب فير بيتعصب عليهم وبيقدر إن هو يضربهم كلهم، وبيخبط فيكي في ازاز العربيه ووشه كله بيكون دم. ولما بتيجي الشرطه العسكريه علشان تاخد فير، جاسبير هو اللي بيقف في صفه وبيدافع عنه، وبيقدر ان هو ياخده ويمشي. وبعدها رام بيكون متضايق جدا من اللي حصل لابنه، وبيبعت طياره ورا جاسبير وفير علشان يقتلهم، وبتفضل تضرب عليهم نار لحد ما جاسبير بيتصاب، والعربيه بتتخبط في صخره وفير بيقدر ان هو يطلعه منها بسرعه، وبيقدروا ان هم يبعدوا عن العربيه قبل ما تنفجر، وبيفتكروا ان هم الاتنين ماتوا في انفجار العربيه. وعلى طول جاسبير بيتنقل المستشفى وبيدخل العمليات، وفير بيحاول ان هو يطمن مراته عليه، لكن فجأة النبض بيقف والدكتور بيحاول ان هو ينقذ جاسبير، وبتدخل مراته عليه وبتفضل تحضن فيه وهي بتبكي. وبعدها فير بيدخل له ومن حبه فيه بيطلب منه ان هو ما يسيبوش، والدكاترة بيعرفوا ان هو مات ومفيش اي فايدة، لكن فجأة بيلاقي جاسبير ماسك في ايده وبيشده، وما كانش مصدق، وفضل يقول له الدكتور ان هو لسه عايش وما ماتش، والدكاترة بتتأكد من كلامه وبتنقذه، وبترجع الفرحة تاني لمراته لما بتطمن عليه. وبعدها بشهر بيتقابل رام مع شنكر علشان يحددوا فرح ابنه على نيشا، ولما جاسبير بيعرف بياخد معاه كل الطلاب علشان يوقفوا الجوازة دي. وتاني يوم شنكر بياخد الشرطة وبيروح قدام الكلية، وبيكون عايز يتأكد ان جاسبير موجود في الكلية ولا لأ بعد الأوامر اللي صدرت، لأن كان في قرار بأنهم ما يخرجوش بره الكلية لحد ما الفرح يخلص. وبيقف جاسبير هو وطلابه صف قدامه، وشنكر بيعرف كده ان هم ما خرجوش من الكلية. بعد كده جاسبير بيروح لشنكر البيت وبيقول له ما تدورش على اختك لأنها ماتت، وانت السبب في
في اللي حصل ده لان انت اللي موتها، لانك ما كنتش خايف عليها وكنت عايز تجوزها غصب عنها. وشنكر بيكون مصدوم وما كانش مصدق ان اخته ماتت وبيفضل يبكي من الصدمة. وفجأة جاسبير بينده على نيشا وبتيجي، وبتطلع ان كل دي تمثيلية كانت نيشا عاملاها عليه. وشنكر بيفرح ان اخته بخير وبيحضنوا بعض. وشنكر بيقول لجاسبير ان هو موافق على اي عريس هي هتختاره. وفير بيكون فرحان ان هو يتجوز البنت اللي حبها. وبعدها بيسمعوا صوت جوه وبيدخلوا علشان يشوفوا في ايه، وبيلاقوا ان شنكر مضروب ومتعلق. ولما جاسبير فكوا عرفوا ان رام خطف نيشا وبعدها بيموت. ونيشا بتفضل تبكي ورام بيعرفها ان هي هتتجوز ابنه غصب عنها، وانك مهما عملت محدش هيقدر يوصلك هنا. لكن جاسبير وفيرو والعساكر بيقدروا ان هم يوصلوا لها وبيحاصروا المكان وبيفضلوا يضربوا في رجالة رام. ووقتها نيشا بتكون موجودة في الأوضة وبتفكر ان هي تنتحر. وجاسبير بيطلب من رجالته ان هم يستسلموا، لكن رام بيقدر ان هو يمسك عسكره وبيهددوا ان هو يقتلوا لو ما سلموش نفسهم. وجاسبير بيكون خايف على العسكري بتاعه ان هو يتأذي، وما كانش قدامهم غير ان هو ورجالته يفضلوا ساكتين لحد ما الفرح يخلص. وبيتفاجئوا كلهم لما بيعرفوا ان العروسة مش نيشا وانها اتبدلت وكانت خطة من واحد من العساكر. وجاسبير بيروح لرام وبيفضل يضرب فيه وبيقول له يطلب من نيشا ان هي تسامحه على كل اللي عملوا فيها. وفجأة جاسبير بيلاقي القائد بتاعه قدامه وبيعرفوا ان الجيش ما ينفعش يتدخل في حياة المدنيين، وان كل اللي عمله ده غلط وهيتقدم للمحاكمة. لو كنت مكمل معايا لحد الوقت ده فاكيد ملخص الفيلم عجبك، فياريت ما تبخلش عليا باللايك والاشتراك في القناة علشان تتابع معايا اقوى ملخصات الزمن الجميل. وعلشان اتأكد انك كملت معايا ملخص الفيلم للاخر اكتب لي في التعليقات كلمة بطل. وتحياتي لكل اخ واخت متابعيني. يلا سلام.